مستوى رائع، كان هو الافضل وكان هو اللي يستحق هذه الصداره. الان احنا تصدرنا وتاهلنا والحمد لله والشكر لله، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مجهودات كبيره لكل اللاعبين، لهذا الجمهور اللي دائما كما قلت احد اسباب هذا التاهل، اللي ربما ساند منذ بدايه هذه البطوله الفريق الوطني منذ بدايه المباراه الى اخر مباراه في كل المباريات يا محمد. وهؤلاء الشباب هؤلاء حكيمي الذي اعتقد انه ضحى كثيرا، صحيح ضحى كثيرا بنفسه، صحيح، ودموع الفرح طبيعيه لانه عانى من عضله خلفيه باصابه كبيره، ومع ذلك قاوم وقاتل من اجل خدمه المنتخب. اكيد وهذه تاريخيه اللقطه محمد، وفتره سيبقى دائما في التاريخ، تاهل لثاني مره في تاريخ المغرب للدور الثاني. نتمنى ان شاء الله ان نصل الى ابعد نقطه. الان عندنا جيل مميز من اللاعبين مع ثقه، مع مدرب جيد، مع هذا الجمهور الكبير كذلك. نتمنى ان شاء الله ان نظل الى اخر بطوله، نحاول ما امكن نلعب كل مباريات الان باستمتاع، نستمتع ونلعب المباريات. الهدف كان وهو التأهل للدور الثاني. الآن تحقق التأهل للدور الثاني. الآن على اللاعبين مركز أول أن يستمتعوا أكثر بما هو قادم. كل شيء جاهز في كرة القدم، لما لا الذهاب بعيدا في هذه البطولة؟ كما قلت دائما الحمد لله شكر لله، ونبارك كل مغاربة في المغرب، في العالم، في الوطن العربي، ونبارك العرب. تأهل المغرب يعني يشرف الآن، فهو يمثل فليس فقط المغرب، يمثل العرب في أرض عربية في المونديال في قطر. هذا شيء مميز، ولاحظنا كل الجمهور من كل الدول، من الكويت، من الإمارات، من السعودية، من فلسطين، من كل الدول العربية، من قطر، كلهم. هولندا بعد تشجعوا المغرب. الوحيد اللي كان يشجع هو من هولندا. ولكن جيكو جاء وكان لونه اصفر، كان مرهقا فعلا. الضغط كان كبير حتى الدقيقه الاخيره، صدقوني مرهق من هذه المباراه. يجب ان تكون فخور. انا فخور جدا. نعم انا ارى ذلك، ولكن الجماهير كانت رائعه. انا قلت دائما هذا هو الحافز، دائما موجود. هذا الجماهير تكون موجوده، تكون وراء الفريق يؤدي بشكل جيد. الركراكي فوق الاعناق يوسف. ولا واحد محمد الوطني يقود المنتخب المغربي الى افضل مشاركه في تاريخ المغرب، صح، بالنقاط وبالنتائج في هذه المجموعه الصحيحه. 7 نقاط كان افضل انجاز. ال5 نقاط اللي هو فرق 86 كانت نقطتين للفوز ونقطه واحده للتعادل. في 498 كان 4 نقاط. هذا كان هو الافضل في التاريخ مشاركه بالنسبه للمغرب. وفي اعتقادي ولا واحد كان ربما يعتقد ان الركراكي فضل شهرين فقط، مباراتين فقط قبل بدايه بطوله كاس العالم، ان يحقق هذا الانجاز، وانجاز تاريخي. ومبروك والف الف الف مبروك اخويا طارق. دكتور طارق اشرف حكيمي يفوز بجائزه افضل لاعب في هذه المباراه بعد ان قدم مباراه كبيره، خاصه من جانب الدفاعي، تحمل على الاصابه وصنع الهدف الثاني للمغرب. اول شيء الف مبروك كابتن يوسف، المبروك للمغرب، المبروك لنا جميعا كعرب في وصول المنتخب المغربي للدور 16. ان كان هناك افضل لاعب، انا بوجهه نظري تقدم للجمهور الكبير العظيم والعظيم الله سبحانه وتعالى في حضوره ومساندته وتواجده ودعمه للمنتخب المغربي في مباراه اليوم. مباراه صعبه جدا، خصوصا في الشوط الثاني كان هناك في ضغط كبير جدا على المنتخب، ولكن استطاع ان يخرج بهذه النتيجه وبهذا التاهل في المركز الاول. ينتظر مجموعه اسبانيا والمانيا من هو الاول من هو الثاني لكي يواجه في الدور 16. وعمل كبير جدا كابتن وليد الركراكي مدرب المنتخب، عمل كبير في ظل الشهرين، عمل كبير في ظل الضغوطات والآمال وأيضا الأهداف والعمل اللي مطلوب منه كمدرب لكي يأخذ هذا الجيل إلى الدور 16. إنجاز كبير جدا بالنسبة للكابتن وليد، لهؤلاء اللاعبين الأبطال اللي هم كل واحد فيهم بكل تأكيد يعي هذه المسؤولية ويعرف هذه المسؤولية، وكي يصل إلى هذه النقطة كان عليه من التضحيات، وأكبر تضحية قدمها لنا طبعا أشرف حكيمي في تحامل على الإصابة وتواجده مع المنتخب والعمل بكل جد واجتهاد، ولذلك وصل المنتخب المغربي إلى الدور 16. يعني المشاهدين بوفال ايضا قدم مباراه كبيره وخرجا بسبب الارهاق وكثره الواجبات الدفاعيه في مباراه اليوم. طبعا الكل للامانه الكل قدم مباراه كبيره، لكن يعني يمكن المشاهد مو قادر يشوف الاجواء الجميله والاجواء الفرح، وايضا الفرحه على الجميع في الملعب
في التأهل. للأمانة يمكن المنتخب المغربي وقع في مجموعة صعبة جدا، فيها وصيف النسخة السابقة، وفيها المصنف الثاني على مستوى العالم منتخب بلجيكا، فيها منتخب كندا الغامض اللي ممكن كان يعمل مفاجأة في هذه البطولة، ولكن استطاع أن يتصدر وبجدارة. نعم يمكن استقبل مرماه هدف واحد، لم يخسر في المجموعة، تصدرها وبجدارة. ولذلك نبارك لنا جميعا، ونبارك لكل من ساند المنتخب المغربي، كل الشعوب، كل العرب، كل من يحب كرة القدم كان وراء الكرة الجميلة اللي قدمها المنتخب المغربي طيلة ال3 مباريات. تنتظر بكل تأكيد مغامرة.